مساء الخير، مساء النور لاصحابي الاحبابي، مساء الخير للناس الكل، مرحبا بكم كالعاده. اليوم حبيت نعلن على مبادره اللي هي مبادره ان شاء الله باش يكون فما مبادره وطنيه. هما دي جون اللي ما شاء الله عليهم اللي كانوا قاموا بالمبادره هذه وقاعدين يقوموا بها، ودي جون اللي هما وطنيين، ومعاهم زاد عباد اللي هما من كامل الشرائح العمريه متاع المجتمع المدني. والمبادرة هذه هي من مدنيين، من مواطنين عاديين، لهم متحزبين، لهم تحت سقف متاع جمعية. المبادرة هذه سماوها مبادرة وطنية، مسار واحد ومصير واحد. المبادرة هذه إن شاء الله باش تكون بقدرة الله معناتها بادرة خير على تونس، باش تكون فيها عباد اللي هما عندهم ما يقولوا في رواحهم في الوطنية وكذلك في السياسة، وفيهم دي جون اللي هما إن شاء الله يا ربي باش يكونوا مام حتى ناس مثقفة، ناس عندها ما تقول، ناس عندها أفكار، ناس عندها دي بروجي اليوم يقترحوهم. كي نقولوا دي بروجي مش معناتها مشاريع، لا، دي بروجي حتى في القانون، دي بروجي حتى في دي بروسيدور اللي نجموا اليوم نطبقوهم في البلاد في الوزارات وانهم يكونوا ناجحين. اليوم عندنا دي جون وعندنا ناس حتى ما همش دي جون اللي عندهم افكار ما شاء الله اللي هما يجموا يعاونوا البلاد. احنا هنا نستناو ان شاء الله في الناس اللي قايمه بالمبادره هذه، باش ان شاء الله بقدره ربي باش يكون فما ولقاء وطني. واليوم يمكن أول مرة في تونس وأنه باش يصير معناتها معناتها مبادرة وطنية، باش يكون فيها إن شاء الله من الولايات الكل، من الشرايح العمرية الكل، باش يكونوا ناس وطنيين يحبوا بلادهم، ناس ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى حاجة إلا وأنهم يلوجوا في حلول للبلاد لتونس. وان شاء الله يا ربي المبادره هذه باش تكون اول حاجه الناس هذم باش يخدموا على اعاده الثقه في الشعب التونسي، سورتو في الشباب، اعاده الثقه للشباب التونسي في بلادهم. اليوم يلزمنا نرجعوا الثقه نتاع الشباب في بلادهم، اليوم يلزمنا نرجعوا الشباب يحب بلاده ويلوج طرق وانه باش يعيش في بلاده، وباش ما نقولوش يا خويا ما نقولولكمش عاونوا بلادكم، لكن اليوم ان شاء الله وبقدرة السميع العليم باش نلوجوكم حلول. وان اليوم حتى باش نضربوا على الطاولة حتى على مشاريع صغرى، حتى باش على لي سونتر دو فورماسيون، باش نحكيو على كل شيء بقدرة ربي، وباش نناقشوا كل شيء، باش يكونوا معناتها فما بيانات اللي هي بقدرة السميع العليم باش تحط على برشا طواول في الدولة التونسية. أنا رسالتي اليوم، أو بالعكس هي مش رسالة، هي دعوة إلى جميع الأحرار والشرفاء نساء ورجال في تونس من كامل الشرائح العمرية، وأنهم يلتحقوا بالمبادرة هذه، يلتحقوا بالعباد هذا. خلينا اليوم نكونوا جسم اللي هو يكون أول حاجة حامي للدولة التونسية، ثاني حاجة باش يكون هو الحزام الوطني للرئيس قيس سعيد، وباش يكون كيف باش نخدموا على زادة الرئاسية 2024، وباش نكونوا واقفين مع الرئيس قيس سعيد قلبا وقالبا. اليوم أنا أدعو الناس الوطنيين، أدعو الشباب، أدعو كل الشرائح العمرية وأنهم يلتحقوا بينا. اليوم راكم باش تشوفوا حاجات باهية، واليوم وحتى اليوم حتى الرسالة هذه باش تكون زادة كيف لكل الإذاعات وكل التلفز. احنا ماذا بينا لجور أن نعينوا نهار تكونوا موجودين الناس الكل، وتعملوا تغطية وتشوفوا شنو اللي باش تشوفوا في تونس. تشوفوا اليوم عباد اللي هي تحب بلادها، واللي هي عندها أفكار تحب تعاون بها الدولة التونسية، وتحب تعاون بها الشباب التونسي، وتحب تعاون بها المواطنين التونسي. اليوم عندنا شباب عندهم افكار وعندهم رؤى. اليوم عندنا دي بروجي لو كان تتطبق في تونس، يمكن اليوم نجموا
معناتها تلقاو حاجات اللي هي في مصلحة المنظومات الكل، اي سورتو التنمية، اي سورتو الاقتصاد، الصحة. اليوم عندنا أفكار، اليوم عندنا مشاريع، اليوم عندنا دي بروجي اللي هي لازمها توصل ولازمها تتسمع. واحنا رانا مواطنين عاديين، رانا من عامة الشعب، ورانا مدنيين، لانا متحزبين ولانا تحت سقف جمعيات ولانا حد شيء. احنا ناس نحبوا بلادنا، احنا ناس نحبوا بلادنا. وهذا اليوم على شنو نخدموا على الوطنية، أكهو على الوطنية، على خاطر اللي شفناه في السنين اللي فاتوا واللي ريناه، وأن البلاد هذه تعديت بحرب اللي هي حرب باردة وضروس، اللي هي ضربت حتى مام المورال التونسي، ضربت كل شيء معناتها. اليوم التونسي يعاني، اليوم الشاب التونسي يعاني، اليوم الشاب التونسي يعاني. وقت اللي تسأله ما يجيبش يجاوبك، تسأله على حاجة يجاوبك على 100 حاجة، على خاطر زرعوا لهم في مخاخهم اللي احنا اليوم وكأنها تونس وقفت، وكأن بالعكس. أنا أقول لكم تونس اليوم خير. تونس اليوم مع السيد هذا اللي هو ديما نقولها وديما نعودها، اللي هو شخصية ثورية، شخصية وطنية، اللي هو من عامة الشعب، اللي هو ما عندوش لا انتماء لا سياسي ولا حزبي ولا عنده انتماء لك العائلات الأرستقراطية اللي دمروا البلاد واللي كانوا يخدموا في الغرب وفي الشرق أكثر من بلادهم. أي نعم، كانوا يخدموا في أجندات اللي هي خلات الغرب اليوم يوصلوا معناتها اقتصادهم ينمو بصفة غريبة. باش بثروات تونس، ثروات تونس، وقت اللي احنا اليوم تونس حايرين ونلوجوا باش ناخذوا قروض ونلوجوا. واليوم ولات معناتها الناس تتمزع علينا وتعطي فينا معناتها في الفلوس، وقت اللي احنا دولة لا تستهان بها او لا يستهان بها، سامحوني. احنا دولة اليوم اسمها تونس الخضراء، دولة اليوم اللي هي عندها الفوسفات وعندها البترول وعندها الجبس وعندها السيمان وعندها الرمل من اغلى انواع الرمل. اليوم عندها الطاقة في الصحراء اللي هي قادرة وانها باش تصدر وتجم تكون معناتها كافية، وانها تعطي لاليمونتاسيون معناتها نتاع الضوء لثلث اوروبا. تونس اللي عندها زيتون، تونس اللي عندها دقلة، تونس اللي عندها البحر. اليوم هذا الكل باش نحكيو فيه، وديجا حتى مام معناتها الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية هو بيدو اليوم ديجا يستنى في تنصيب مجلس الجهات والأقاليم، لخاطر اليوم الملف نتاع الثروات باش يتحط على الطاولة، باش يتحط على مجلس الشعب ومجلس الأقاليم والجهات. أنا أقول للشباب التونسي الكل التحقوا بينا، الشباب التونسي الكل التحقوا بالمبادرة هذه، سواء شباب ولا من كل الشرايح ومن كل ولايات تونس. وأنا إن شاء الله قبل ما نحدوا الميعاد انا باش نعمل لكم فيديو وتلقاو مام، حتى تلقاو تدوينات على الفيسبوك نتاعي جلسي لطفي باش تلقاو الدات وقتاش، وباش تلقاو كل شيء بقدرة ربي. وماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا يكون اكثر حضور للشباب، على خاطر اليوم راو اليوم باش نبنيو عليكم مستقبل البلاد. راكم انتوما باش تبنيو مستقبل البلاد، راكم انتوما مستقبل البلاد. راو اليوم احنا نستناو فيكم باش تفيقوا، نستناو فيكم باش ترجع لكم الثقة، نستناو فيكم اليوم باش نراكم في برشا مناصب. ولله الحمد اليوم هنا نسمعوا معناتها برشا عمادات اللي هما شدوها ولاد المسار واللي هما دي جون. اي نعم، اليوم باش نخدموا على كل شيء. علاش لا ما نكونوش
تكونوش موجودين، وموجودين معناتها بكيفية كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.